كوكب العجائب. معكم فراولة، معكم فيروز، معكم فريد، معكم سفروت. هيا بسرعة تعالوا في الحال قبل بداية الإرسال. أهلا أذن، أهلا لسان، أهلا بمعجزات جسم الإنسان. هيا بسرعة تعالوا في الحال قبل بداية الإرسال. قولوا للحاضر والغائب هيا إلى كوكب العجائب. أهلا بيكم أصدقائنا من جديد. معايا دلوقتي شخصية مهمة، انتوا من غيرها ما تعرفوش تسمعوني ولا تستمتعوا بفقرتي. صح يا أستاذة أذن؟ صح يا سفروت. أهلا بيكي معانا. أنا حكيت لأصحابنا اللي شرحتيهولي، بس أنا لسه محتار، هي إيه لازمة الطبلة بتاعتك؟ عشان أجاوبك هات يا سفروت الكيس اللي معاك ده كده. طب ثواني أشيل منه آخر جزرة. خلصت كله في الطريق للكوكب. اتفضلي يا ستي. وهات كمان الكوباية دي. دي فاضية، أنت عايزة تشربي؟ لا أنا عايزاها فاضي. بص يا سفروت، خلي بالك للكيس يتقطع. أنا بعمل إيه؟ ما تخافش، أنا بشده جامد قوي على وش الكوباية علشان هعمل لك تجربة. هات حبة رمل من اللي جنبك كده. اتفضلي. ها وبعدين؟ قرب كده قوي لطرف الكيس المشدود كده وزعق جامد. سفروت سفروت سفروت. بس كفاية. شفت بقى اللي حصل؟ أيوة، حاجة عجيبة، حبيبات الرمل قعدت تتنطط. برافو عليك. صوتك العالي زق جزيئات الهواء اللي حوالين بقك، فقامت زقت الكيس اللي جنبها، وعشان الكيس رقيق ومشدود على الآخر اتهز جامد، فاتحركت حبيبات الرمل اللي عليه واتنططت. وده إيه علاقته بطبلتك يا أستاذة أذن؟ ما هي طبلتي بيحصل لها بالظبط زي اللي حصل للكيس. طبلتي عبارة عن غشاء رفيع قوي ومشدود على الآخر زي الكيس بالظبط. فلما موجات الصوت تدخل جوايا، الأول بيستقبلها الجزء الخارجي ده اللي اسمه صيوان، وهو شكله زي بسكوتة الآيس كريم، عشان الموجات تتزحلق عليه وتدخل بسرعة لقناة رفيعة في آخرها الطبلة، طبلة الأذن. فالطبلة تتهز جامد بناء على اهتزازات جزيئات الهواء اللي في الموجات اللي داخله لها. فالطبلة تحرك 3 عظمات صغننين خالص. ثانية واحدة يا أستاذة أذن، أنت بتقولي عظمات؟ في الودان في عظم؟ أيوة يا سفروت، دول أصغر 3 عظمات في جسم الإنسان كله. أصغر واحدة في ال3 دول طولها 3.5 مليمتر. سبحان الله، تقولي حكم. وبعدين يا ستي كملي. وبعدين ال3 عظمات دول لما الطبلة بتتهز فهم كمان بيتهزوا ويتحركوا معاها بالظبط، لأنهم مربوطين بيها، ولما بيتحركوا بيزقوا معاهم سائل موجود في القوقعة. قوقعة إيه بس؟ وإحنا رجعنا للبحر تاني؟ لا يا سفروت، تركز معايا. الأذن الداخلية فيها حاجة على شكل حلزوني اسمها قوقعة، عشان هي شبه القوقعة، والسائل اللي جواها ده لما بيحرك معاه شعيرات صغننة، فبتفتح فتحات صغننة فوق كل شعيرة، وبيخرج منها مواد كيميائية بنسميها رسائل عصبية، عشان هي بتجري بسرعة تروح للمخ، والمخ أول ما بيشوفها بيترجمها على طول لأصوات، فاحنا بنستوعب إن دي أصوات. يا خبر أبيض، كل ده حصل لما جزيئات الهواء اتحركت واتهزت وعملت موجات؟ يا سيدي مظبوط. وعشان كده في الفضاء مفيش صوت، عشان مفيش هواء. ايه ده صحيح، وانا جاي بالمكوك الفضائي ما كنتش سامع اي حاجة غير لما اتخبطت الخوذة بتاعتي في سقف المكوك بس. عارف سمعت صوت الخبطة بس ليه؟ عشان جزيئات البلاستيك اللي مصنوع منها الخوذة اتحركت، فحركت شوية الهواء اللي محبوسين جوه الخوذة، فموجات الهواء دي دخلت قناة الأذن فخبطت في الطبلة بس كفاية أرجوكي، أنا عرفت الباقي خلاص، وعرفت إنه ما ينفعش نلزق الطبلة بالصمغ ولا الغيرة، ولازم الدكتور هو اللي يعالجها. أيوة فكرتني، صحيح الدكتور فيروز قاعدة مستنياه بقالها كتير. هو أنت تعرفي فيروز؟ أيوة طبعا، ما هو أنا ودناها.
عجيب 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 كوكب العجائب. الو فراولة يا فراولة، الحفلة بدأت. ايوه يا فريد، طب يلا بسرعه كمل البث وانا معاك اهو. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى، وأخيرا بدأت فقرات الحفل الرائع، ومع أول الفقرات وأغنية بعنوان أذني. صوت البلبل، صوت الماء، صوت القطة تموء مواء، صوت الأهل والأصدقاء، أصوات دوما تساعدني، أصوات أخرى تحذرني، لحظة أن تسمعها أذني. الأذن جهاز حساس لكل اهتزازات الأصوات، بمجرد أن تلتقط الصوت ترسل للمخ إشارات، يفهم مخي ويعرفني ويترجم تلك الأصوات، قد تنذرني وتحذرني من خطر تسمعه آت، أصوات حينا تسعدني، أصوات أخرى تحذرني، أذني من نعم الرحمن. أعزائي مستمعينا، أكيد استمتعتم بالأغنية الرائعة اللي غناها تلاميذ الصف الرابع في المدرسة. فعلا اغنيه جميله قوي يا فريد، اكيد كل اصحابنا استمتعوا بيها. ودلوقتي في شخص شايفه هيطلع يقول كلمة، وواضح إنها كلمة مهمة. تعالوا نسمع مع بعض. يا ترى كلمته هتكون عن ايه؟ أعزائي الطالبات والطلاب، حاسة السمع نعمة من الله تعالى لينا، وعشان كده لازم نحافظ عليها. خلينا يا ولاد نحرص دايما على نظافة الأذن الخارجية من بره يعني، وما نحاولش ندخل أي شيء جوه ودنا. والأفضل بلاش نحط سماعات في ودنا لفترة طويلة، وبلاش نعرض ودنا لأصوات عالية جدا عشان طبلة الأذن ما يحصلش فيها ثقب، وساعتها هيأثر على حاسة السمع، وممكن نسمع صوت وش، صوت زن، أو ما نسمعش خالص لفترة مؤقتة. ولو في يوم حسينا إنها مسدودة نروح للدكتور فورا. لو لا قدر الله تعبنا في يوم والدكتور كتب أدوية لازم ناخدها في ميعادها، وما ندوخش ماما وبابا في الموضوع ده. أنا بشوف أطفال كتير بيجولي العيادة ومش بيرضوا ياخدوا الأدوية اللي كتبتها، وده بيأثر عليهم. ايه ده؟ ده طلع الدكتور يا فريد، قول له الحقنا في العياده، احنا مستنيينه من بدري. معلش يا مستمعينا، اصل ما صدقنا لقينا الدكتور. اجري بسرعه يا فريد، قول له يجي لنا بسرعه، قول له يجي لنا بسرعه، قول له يجي لنا بسرعه عشان هنقفل الحلقه. أهلا أذن، أهلا لسان، أهلا بمعجزات.